الو، انت فين يا ياسين؟ في المدرسة. في ايه مالك؟ لا انا لسه قدامي نص ساعة وامشي. انت تعبان ولا حاجة؟ طب الحمد لله. ماشي ماشي، هروح واشوفك في البيت. مع السلامة. يا ياسين الانكار مش هيفيد. انكار؟ هو انا متهم؟ يعني الايميلات دي صح؟ ايميلات؟ ايميلات ايه دي؟ ايميلاتك يا ياسين، بتاعت رحمة عبد الرحمن، اللي كلها مشاعر واشعار وحب. ما تقولها يا عرفان. انت مكسوف ليه؟ خلاص، طالما وصلتوا للايميلات فلازم اقولها لك. ايوه، انا بحب الست دي، هتجوزها كمان. انت بتقول ايه؟ اللي سمعته. هتتجوز رحمة عبد الرحمن الارهابية؟ في عرفكم. اسمع يا ياسين، ده مستقبلي. انت ناسي كنت فرحان بيا ازاي لما دخلتني كلية الشرطة؟ ده انا دلوقتي على وش مقدم. وبعدين يا اخي ده مستقبلك انت كمان. خليك في مستقبلك يا عرفان. ومستقبلي ده ما يهمكش؟ انت عارف الجواب اكتر مني. مستقبلي هيضيع لو ما بعدتش عن الست دي. ليه؟ هو انت هتتجوزها ولا انا؟ انت اخويا يا ياسين، والحاجات دي ما بتتاخدش بالبساطة دي. الموضوع ده تشوف تحله ازاي؟ كلم مديرك، تعمل اي حاجه تريحك. اما اللي يخصني فانا لوحدي اللي اخد قرار فيه. اشمعنى دي بالذات يا ياسين دونا عن خلق الله كلهم؟ ما هو الستات مليون مصر، دي فيها ايه زيادة؟ الموضوع ملوش علاقه بالزياده والنقصان، له علاقه بمشاعري واحاسيسي اللي ماليش يد فيها. بس الموضوع مش هيعدي على خير يا ياسين. لو ما كنتش اخويا كنت فهمت ان ده تهديد. تهديد ايه؟ انا متهدد زيك بالظبط، وخايف عليك زي ما خايف على روحي. الموضوع ده لازم ينتهي يا ياسين. وفي رايك ينتهي ازاي؟ تبعد عنها. ده قرار؟ ده رجاء يا ياسين، ارجوك فكر واحسبها كويس. ما تردش دلوقتي، اللي فات في حياتنا ده كوم، واللي جاي كوم تاني. انا عمري ما تخيلت نفسي ابقى في موقف زي ده يا فؤاد. بس أنا فاهمك يا ياسين. أنت بتحاول تزعق وتحتج لأنك عايش صراع جوه نفسك. صراع ما بين حبك لإخواتك اللي ملوش حدود وحبك لرحمة، ما بين واجبك المقدس والدنيا الجديدة اللي أنت بتحلم بيها. أنا عذرك وعذر عرفان في نفس الوقت. عارف ليه؟ لأن اللي اتعود يدي حد من اللي حواليه دايما وبدون حدود بيستغرب لما الحد ده ما يديش أو يفكر يطلب. لحظة واحدة، أنا آسف. ده أيمن. ألو يا ند، كده برضو الغيبة الطويلة دي كلها؟ يا وحش، ده أنا أبوك، ما تفكرش تسأل على أبوك. شغل إيه بس؟ شغل إيه؟ ده أنت لو رئيس الجمهورية هتسأل على أبوك وتطمن عليه. ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك. Happy birthday to you. هو حضرتك عرفت ازاي ان النهارده عيد ميلادي؟ اللي بيهتم بحد لازم يعرف عنه كل حاجة. على فكرة أنا سألت أختي وقالت لي إن دي أحدث حاجة نزلت السوق.
اتفضلي. انا الحقيقه مش عارفه اشكرك ازاي على شياكتك دي. ما تشكرنيش ولا حاجة. كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب يا استاذ طارق. صباح الخير يا جماعه. صباح النور يا استاذ مصحي. رايحه فين يا استاذ الدلال؟ عندي حصه عن اذنكم. اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. ده ايه اللي جابك دلوقتي؟ كنتوا بتعملوا حاجه؟ هنكون بنعمل ايه يعني؟ امال لما شافتني اتخضت وارتبكت وجريت على طول ليه؟ ما هو اللي يشوفك يا استاذ نصحي لازم يتخض ويرتبك. بس يبقى كنتوا بتعملوا حاجه. هنعمل ايه بقول لك؟ بتشموا بنشم؟ ازازه البرفان. اه. صباح الخير يا استاذ ياسين. صباح الخير يا مس دلال. اتفضلي. خير يا دلال، في حاجة؟ ايه رايك في البرفان ده؟ انت عارفاني اني انا ماليش في البرفان النسائي، بس يعني باين انه لطيف. اصل النهارده عيد ميلادي. والله كل سنة وانت طيبة يا دلال. مش كنت تقولي؟ اللي بيهتم